بما اننا في موسم المانجا قلت اعمل معاكم تورتة المانجا. هعملها معاكم من اولها لاخرها، يعني هعمل معاكم الاسبونج وكمان هنزين التورته مع بعض. التزيين زي ما انتم شايفينه بسيط جدا، هنعمله مع بعض، مفيش حاجه صعبه خالص، طعمها ولا اروع، فظيعه. يلا بينا على طول نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هحضر 4 بيضات. قبل ما احضرهم تكون البولة ناشفة تماما ويكون كمان المضرب ناشف تماما. دلوقتي هفصل البياض عن الصفار وهبتدي اضرب البياض. دلوقتي هبتدي اضرب البياض، هضربه على سرعة هادية وبعد كده هسرع. هفضل اضرب لغاية ما اوصل لشكل الرغاوي اللي في الفيديو بالظبط. ودلوقتي هنزل بالسكر. السكر 100 جرام، يعني كوباية الا ربع بالظبط. هنزل بنص كمية السكر وهضرب كويس جدا على اعلى سرعة، في الاول على الهادي وبعد كده بسرع عادي، مفيش مشكلة خالص. اول ما السكر بيدوب هنزل بباقي الكمية، نزلت بيها كلها. هفضل اضرب لغاية ما الخليط يبقى متماسك معايا تماما وما ينزلش من المضرب، يبقى تقريبا شبيه الكريم شانتيه. ودلوقتي هنزل بالصفار، نزلت بنص كمية الصفار وبرضو هضربه لغاية ما يختفي وبعد كده هنزل باقي الكمية. ودلوقتي نزلت بباقي كمية الصفار. عشان نشيل الزفارة نحط فانيليا او خل. انا حطيت خل لان ما كانش عندي فانيليا. دلوقتي حطيت 100 جرام دي، عليهم 5 جرام بيكنج باودر و40 جرام نشا. 40 جرام نشا يعني 3 معالق كبار مليانين. نخلتهم كلهم على الخليط وابتديت على هادي كده اوزعه واديتها ضربة بسيطة. ودلوقتي هدخله الفرن على درجة حرارة 170 في الرف اللي في النص. طبعا بكون مشغلة الفرن قبلها، ضروري جدا. 170 او 180. الصينية مقاس 20 وده كان كبير على الخليط، دي اصغر صينية عندي فاضطريت ان انا احطها فيه. لكن لو الصينية اقل هيطلع الارتفاع يعني مرتفع جدا، يعني لو 15 او 16 هيطلع الارتفاع قوي جدا. ارتفاعها كان حلو قوي مقبول، طعمها كان رائع. طرية جدا وهشة كده وكانت فظيعة بصراحة. يعني ناجحة جدا بصراحة، يعني انا الحمد لله عملتها. مفيش وصفة بطلعها لكم غير لما بكون متأكدة منها جدا. دلوقتي هبدأ في التزيين. قسمتها 3 طبقات وبسقي كل طبقة عصير وبعد كده كريم شانتيه. انا ما وزعتش الكريم شانتيه لان هي ليا، فانا يعني الصراحة كنت مستعجلة فما وزعتهوش. ودلوقتي هحط الكريم شانتيه ودي اخر طبقة. ودلوقتي بسقيها عصير، اي عصير عندي حتى لو مية بسكر. دلوقتي هحط اخر طبقة الكريم شانتيه، هبتدي اغلفها كلها بالكريم شانتيه. ودلوقتي هبتدي اجلس، وعشان اجلس هيكون جنبي طبقين، طبق بحط فيه زيادات الكريم شانتيه وطبق تاني فيه مية سخنة بنضف كل مرة السباتيولا فيها. ما ينفعش خالص اجلس وهي مش نظيفة، يعني كل مرة بجلس فيها لازم تكون نظيفة. ودلوقتي بحط ببتدي بقى ازين، احط ان شاء الله هنزل لكم حلقة قريب نعمل ازاي نعمل الجناش. ودلوقتي انا بعمل وردات صغيرة كده على الاطراف عشان احط المانجا جواها. طبعا انا عشان ما بهدلش الدنيا جبت كيس وقسمته بالنص وحطيته تحت التورته بحيث ان انا اسحب يمين وشمال والدنيا ما تبقاش متبهدله معايا. وبس كده وخلصت حلقتنا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم واشوفكم تاني في فيديوهات تاني. وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تتابعوني على الفيسبوك مع حامد. وسلام عليكم.